مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. نقاط تحول فاعلة، رحلات حياة فاعلة وإيجابية ومؤثرة في أشخاص نعتبرهم أعلام، نعتبرهم نماذج ممثلة لشباب نريد أن يتعلموا ويخبروا، ومجتمعات نريد أن تواجه مواجهة مباشرة مع نماذج إيجابية فاعلة كان لها وما زالت دور فاعل في هذا المجتمع. في حلقة اليوم بمشيئة الله ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور نادر فتحي قاسم، أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا ستي وكل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب، وأهلا برحلة حياة ثرية. يا أهلا وسهلا. نبحث دائما عن الجانب العملي والتجريبي فيما يخص العلوم التطبيقية العلمية، ولكن العلوم الإنسانية ذات الصلة المباشرة بكل ما هو آدمي وكل ما هو نفسي وكل ما هو عقلي وتفاعلي لنا كل الفخر في هذه الحلقة أن يكون التواصل من خلالها، من خلال خبرتك العملية والعلمية في هذا المجال. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. دكتور نادر، رحلة حياة بدأت من تنشئة وتربية في أسرة وبيئة أعتقد أنها كان لها دور كبير في اختياراتنا، في ردود أفعالنا، في سلوكياتنا، وفي تفاعلنا مع مجتمعنا على المدى الطويل. كيف كانت هذه النشأة، ومن كان له الدور الأكبر في دعم اختياراتنا على المدى الطويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بحيي طبعا قناة النيل للتعليم العالي، وإنكم بتسلطوا الأضواء على أشياء تثري المجتمع وتثري ثقافة أفراد المجتمع بشكل كبير، لأن كل إنسان ما نختزلوش في اسم أو رقم قومي، وإنما كل إنسان عبارة عن رحلة فيها النجاحات وفيها الإخفاقات، فيها المحاولات وفيها الأماني، فيها ما تحقق وفيها ما لم يتحقق أو كان يتمنى تحقيقه. انت لمستي الوتر الحساس، لان احنا ده اللي مفتقدينه النهارده، التنشئة الأسرية. التنشئة الأسرية السليمة أكاد أجزم إنها خلف كل الرباط التي نراها بأعيننا اليوم. ويمكن ده خدته في الدراسات العليا لطلاب الماجستير والدكتوراه، إن نعمل مشروع عن التأثير بتاع الأسرة والإرشاد الأسري والإرشاد الوالدي، وربطته بالعديد والعديد من المتغيرات، خاصة في الخمس سنوات العسرة اللي عدت على مصر من 2011 تقريبا. لأن لو دعمنا الأسرة ولو رجعنا الأسرة إلى سابق عهدها، الانعكاسات هتكون إيجابية جدا على المجتمع كله. بالنسبة لي أنا شخصيا كانت تنشئة أسرية هادئة جدا، سعيدة بما تعنيه الكلمة. الأم الله يرحمها هي اللي كانت متحملة بشكل كبير جدا، ويمكن بنسبة تصل إلى 95%، لأن الأب كان طبعا إخصائي أشعة ومستشفيات، ودي كانت فترة حروب و67 وحرب الاستنزاف، فما كناش بنشوفه تقريبا. فكانت عمود الخيمة كله الأم، وكانت الأم حصيفة جدا إنها ما تشعرناش بغياب الأب. يعني كل شيء ربطاه بالأب. طب لما هيجي وهنتكلم في الحاجات دي، طب وليه انت بتفكر كده؟ فيمكن حتى إمكانات الحوار والمناقشة كانت بتديها. طبعا أسر الستينات وأسر أبلة فضيلة، ربنا يديها كل الصحة، مش أسر أبلة فهيتة اللي موجودة دلوقتي.
كلهم طالعين بسمات إيجابية بشكل كبير جدا. طبعا تقديس النجاح، يكفي انك مثلا تسمعي في راديو، تسمعي طبعا التلفزيون كان عزيز، لكن الناجح يرفع ايده كان كل شعرنا يقف. والناجح يعني كلمة النجاح مش احنا النهاردة بيقول لك الغش اللي يجمعنا والغش كذا والغش كذا. ده احنا كنا في هذه الفترة لو الواحد احتاج الى مدرس خصوصي دي عورة في حد ذاتها، ونروح واحنا متخفيين برغم ان بيكون في حاجة ماسة. يعني مثلا انا واخد ثانوية عامة سنة حرب اكتوبر 73 74، ما جالناش مدرسين الا بعد 6 شهور لانهم كلهم كانوا في الجيش. ولما جالنا مدرس انجليزي جه قال لنا بصوا يا اولاد انا جاي وتعبان وشفت الموت بعينيا، انا نسيت كل حاجة، دوروا على اللي ينفعكم انتوا ثانوية عامة. يعني الراجل كان صريح جدا مع نفسه وصريح مع طلابه وهكذا. دي كانت النشأة بتاعتنا، كانت نشأة مش ما كناش عيال، كنا رجالة في الأول. يعني المسؤولية والكلام اللي كان بيتقال في عن المسؤولية الاجتماعية كانت انت يعني احنا في عمارة، العمارة دي كانت تقطن فيها شقيقة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه، فما كانش عندها أولاد. وطبعا احنا كنا عارفينها، بس ما كان بيجي زورها احنا ما كناش نعرفه، ضابط طيار وبيجي في السيارة وهكذا. فما كانش عندها أولاد، كانت في حرص في الأسرة، طنط فلانة لما تحتاج حاجة تكافل، احنا أول ناس نروح نجيب كذا ونجيب كذا. جيبي لي النهاردة طفل بيسمع الكلام ده حتى في بيته، يعني لأهل بيته، وروح جيب لبابا كذا وروح جيب لا ده احنا بنقول لك ليك جيران. يبقى كان في بعد من الأبعاد. لما قامت حرب 67 أنا كنت في 5 ابتدائي، فما كانش في يعني مجال. لكن لما قامت حرب 73 الواحد كان في تانية ثانوي، فانضمينا ورحنا جبنا عصيان المقشات. يعني هل عصاية المقاشة دي هتعمل حاجة؟ ولكن هي لكن إحساس. بالنسبة لحضرتك هو الدافعية اللي جوانا، إحساس رد فعلها وضح وظهر. كلنا فينا طاقة إيجابية. كلنا فينا طاقة إيجابية. والطاقة الإيجابية دي تقدري تمثليها بالمارد بتاع الفانوس السحري بتاع علاء الدين. أساطيرنا وحكاياتنا. انت الطاقة الإيجابية دي قدرتي انك توصلي للحتة اللي تعملي لها انجكشن كده وتطلعيها، هتقدري انك تتغلبي على حاجات كتيرة جدا. لكن طول ما انت كسولة وبتقولي لا ومش هقدر، والبيئة اللي حواليكي بيئة اللي بنقولها بالبلدي تكسر المقاديف، لا وانت هتعملي ايه، لا وانت لا ومين اللي هيعمل كده ومين اللي هيعمل كده. فبالتالي فبيحصل عندنا نوع من ايه الانريشيا او القصور الذاتي، فما نتقدمش. دي كانت التنشئة الأسرية. التنشئة أسرية قايمة على مش الغيرة، لا يشوف فلان نجح انجح زي التنافسية وتنافس مع الآخرين. وكانت الدرجة والنص درجة تبقى يعني حاجة ضخمة جدا. فبالتالي كان وفي نفس الوقت أذكر يعني مثلا إما كان يتكلموا قدامي عن الطلاق أو عن عدة الأرملة مثلا أو كذا، كان وشنا يحمر ونقوم. لكن أنت النهاردة بسبب انفتاح الدراما وبسبب ان اطفالنا ما بقاش في تفرقة ما بين اللي بيشوفوا الكبير الناضج الراشد وما بين اللي بيشوفوا الطفل. وطبعا الطفل مخه صغير، يعني ما بيقدرش انه يحط معايير او يحط اعتبارات ضابطة لكل ما يرى. فبالتالي احنا انفتحنا انفتاح شديد جدا. الانفتاح ده كان خطير جدا علينا بشكل كبير. انا اديت مثل بأبلة فضيلة وتوت توت اولاد يا اولاد. شوف القيم اللي بثتها، يعني كانت الغنوة وحدوتة دي كنا كلنا حريصين عليها في الستينات. وبرضو بنفس السياق كانت سلوى حجاز الله يرحمها كانت فكان في نوع من الترابط والانتماء ما بين الأسر وما بين الأطفال وما بين أدوات الإعلام المختلفة، أجهزة الإعلام المختلفة. كانت متفهمة ومدركة لدور ومسؤوليتها تجاه كل فئة.
بالتأكيد. داخل الأسرة المصرية أو كل فرد داخل الأسرة المصرية. اسمح لنا أستاذنا دكتور نادر فتحي قاسم، هناك نقطة تحول هامة جدا في حياة حضرتك، واللي بنعتبرها نقطة تحول في حياة كل المصريين تقريبا، وهي مرحلة الثانوية العامة والالتحاق بالجامعة. مسار طبيعي والخطوات فيه تقليدية والمتبع فيه متوقع لدى الجميع، لكن كان لحضرتك تجربة نقدر نعتبرها نقطة تحول فاصلة في حياة بالتأكيد. حضرتك. هو العيب، أنا عندي ابن في ثانوية عامة كان عنده كيمياء النهاردة يعني. الثانوية العامة على فكرة مش سنة معرفة ولا سنة علم، هي سنة ضغط أعصاب، يعني قدرة على إنك تمسكي أعصابك، قدرة على احتمال الضغوط. يعني ما تبصلهاش علما بشكل كبير، يعني ما اعتقدش ان طالب الثانويه العامه، وانا الدكتوراه بتاعتي في اساليب التفكير واتخاذ القرار، فكنت بدرس طالب اللي داخل الجامعه في سنه اولى، وكنت بدرس الطالب بتاع سنه رابعه، وبقارن ما بين الاثنين. الطالب بيبقى طالع من ثانويه عامه ما عندوش تفكير، قدراته فكرته عن التفكير نفسه مش عارف، مفيش بلوره لاسلوب تفكير حقيقي تقدري انك مع المناشط الجامعيه ومع الدراسات ومع التخصصات بيبتدي ينشأ داخله اسلوب تفكير معين اللي هيبقى عليه ان شاء الله في المجتمع بعد كده. فاسلوب التفكير ما يعني شوفي الثانويه العامه على الهوسه اللي احنا عاملينها دي كلها ما بتنشأش اسلوب تفكير، لكن اسلوب التفكير هيجي لان الثانويه العامه سنه ضغط، انا ضغطك فيها بشكل كبير جدا. فانا اتذكر في ثانويه عامه، وطبعا جبنا اللي هي النمر، انا كنت جايب 75.5 ودي كانت حاجه درجة عالية جدا في ذلك الوقت. عاليه قوي ومش عارف ايه. فالمكتب التنسيق اداني هندسه عين شمس، فهندسه عين شمس والناس بتبص لي بتقدير كبير قوي، وطبعا في ناس زعلت مني، كان نفسها اخش مثلا فنيه عسكريه ونفسها اخش شرطه من الاقارب اللي موجودين حواليك. والعيب عندنا وان احنا بنسقط نفسنا على الطالب. نعم نعم، محدش يعني بيفكر هو نفسه في ايه. بالعكس، ده ممكن ان احنا نوديه في داهيه. ما هو خال عايزك تخشي مثلا كليه طب عشان هو استاذ في الطب، طب وانت ما بتحبيش الطب؟ طب وخال تاني عايزك مش عارف كذا، ويا عم مش عارف ايه فاحنا بنقول يا ريت طالب الثانويه العامه كفايه عليه الارهاق الرسمي بتاع التحصيل، بلاش احنا كاسره نضغط عليه. فالمهم انا كان والدي الله يرحمه انسان متصالح جدا مع روحه، وبعدين كان يقول لك ايه، انت فكرت؟ فكرت، خدت قرارك؟ خدت قراري، اتكل على الله، خير البر عاجله. فيعني كان بيحملك انت المسؤوليه، مش بيقول لك انا اللي هاخد لك القرار بتاعي. ويمكن انا متبع الكلام ده حتى مع اولادي يعني. فبالتالي دخلت هندسه عين شمس، لقيتها كليه، انت لو رحتيها هتلاقيها كليه تراديشنال قوي، هي عريقه البناء وعريقه البناء وتخضك كده وتحسي انك داخله كاتدرائيه ضخمه. يعني ما حدش يزعل من طلبه الهندسه، يعني انا مش قصدي حاجه يعني. اول ما وقعت عيني وقعت على الممر اللي كان فيه مجلات الحائط، لقيت مكتوب كلام انا ممكن انقدك وممكن انقد مسبيره وانا قاعد، بس بذوق وبادب وباصلاح. يعني انا مش جاي انقد مسبيره وهده، يعني بالعكس انا عايز يبقى، انا بعتبر مسبير والله ما بخش وبشوف تمثال جمال عبد الناصر في المدخل بحس ان في بيت ابويا، يعني قنوات فضائيه تانية وتطلبني وما اروحش. فيعني بيبقى ليك انت ليك هنا ارتباط وانتماء بشكل معين. فدخلت لقيت كلام مكتوب على الحائط مش ممكن، حتى مش منطقي، مش دي حتى معارضه تعرضي بيها. دخلنا المحاضره العامه الافتتاحيه، كان التعامل بين الاستاذ الله يرحمه بقى اكيد كان تعامل فظ جدا، ويعني حتى انا اعترضت على ونزلت على مدير عام الكليه الله يرحمه لان بقينا اصحاب بعد كده. قلت له انا عايز احول من الكليه دي، فالراجل بص لي كاني مجنون. ايه يا ابني؟ ومكتب التنسيق كان في اوله خالص وكانت استمرار كرتون كده وحاجات يعني. قلت له مش هخش الكليه دي. انت جايب كام؟ انت ده انت هتمشي فيها، ده انت هتبقى استاذ، ده انت هتبقى.
قلت له مش هقعد في الكليه دي. فين عنوان مكتب التنسيق؟ فالراجل طبعا بعد ما قال لي عنوانه في الحته الفلانيه، المدينه الجامعيه جامعه القاهره. رحت على هناك مش داخل. يا ابني ده ما فيش، الكليات كلها قفلت وخدت قالوا ما فيش قدامك الا 2، يا علوم الزقازيق يا تربيه. دي فين ودي فين؟ قالوا لي تربيه عين شمس دي في روكسي. قلت لهم خلاص اخش تربيه عين شمس وهبقى استاذ في تربيه عين شمس. يبقى بالتالي انت بتحددي لنفسك مستوى الطموح بتاعك. بس هنا ما اعتمدناش فقط على انطباع اول وفقط، احنا اتأثرنا باخلاقيات وسلوكيات اعتدنا عليها، تربينا عليها، وكانت اساس في اختيارنا مش في انطباعنا الاول وفقط. دي نقطة هامة جدا يا دكتور. انا بدون قطع كلامك، برافو عليكي قوي. يعني انا ليا دعوة بدعوها في كل البرامج بتاعتي. نعم. القيادات الجامعية عندنا فاشلة. ده انا راجل هختم 60 سنة كمان شهرين يعني. بقول لك بمنتهى الامانة فاشلة. ليه؟ انت بتجيبي قيادة من طب، قيادة من تجارة، قيادة من هندسة، قيادة من كذا. هو متفوق في تخصصه، هو متفوق في تخصصه. يعرف ايه عن انه يسوس الطلاب، يعرف ايه عن نفسية هؤلاء الطلاب، يعرف ايه عن مشكلات المنهج، يعرف ايه عن معامل صعوبة وسهولة الاختبار. كل دي اشياء تدرس تربويا ونفسيا. فبالتالي ان لم يكن للقيادة الجامعية البعد النفسي والتربوي، يعني انا والدي كان له مقولة مشهورة جدا يقول لك الطبيب الناجح اداري فاشل. طيب واذا كان الطبيب اداري ناجح قال لك يبقى طبيب فاشل. يعني لا يمكن ان يجمع ما بين الاثنين. يبقى بالتالي احنا لو ما حطيناش الكلام ده في اعتبارنا، احنا اهم حاجة في القيادات الجامعية واختيارها ليس ما يحدث عندنا سواء في عهد مبارك او ما بعده حتى الان. الشلالية، تعرف فلان، طب فلان ده مش عارف ايه، طب فلان ده كذا، طب بلاش ده اصله لسانه طويل. اصله يعني انا كان في مشكلة ما بيني وما بين رئيس الجامعة السابق عندنا. ليه؟ طلعت في برنامج في احد القنوات الفضائيه اديت تصور بقول ان اداره جامعه عين شمس سهله جدا، بس احنا ندير حركه الطلاب. فالمذيعه بتقول لي ندير حركه الطلاب ازاي؟ قلت لها ايه رايك لو عملنا كذا وكذا وكذا؟ فطبعا قالت هايل. قلت لها انت عندك جامعه عين شمس هي مشكله القاهره وموقفه من رمسيس لغايه روكسي. ليه؟ لان كل الطلبه موجودين في النص. طب ما انا هقفل الابواب على الخليفه المأمون كله وهنقل الى ابواب جانبيه. يعني ده تصور تنظيمي. يعني حضرتك كمان زعل. ما قربتش من التخصص الاداري البحت لاداره الجامعه. وبالرغم من ذلك احنا في زماننا ده كائنات انويه، كل واحد ايده لا نتقبل الاخر، كلنا متمركزين حوالين ذاتنا. ما نحبش. يعني انت لو جيتي قلتي لي يا لو كان اللون الكحلي عليك كان هيبقى افضل من ده، دي رؤيه وجهه نظر مش شرط. يبقى بالتالي ما فيش مانع. والله كان عندك حق، بس انا ما لقيت اللي بيعجبني ده. يبقى بالتالي برضو انا بدي لان انا مستمتع باللي انا بعمله. لكن احنا في المجتمع شايطين من بعض. مش لا يعني كل واحد عايز يدي التاني مش عارف ايه. ليه؟ لأن ده كلنا متمركزين حوالين ذواتنا. ولا نحترم أو نعتد بآراء الآخرين حتى ولو كانت موضوعية في كثير من الأحيان. أستاذ الدكتور نادر فتحي قاسم، التحق حضرتك بكلية التربية جامعة عين شمس، وهي لا تقل مساحة وحجما وعراقة عن كلية الهندسة جامعة عين شمس أيضا، ولكن يتهيألي الانطباع هنا ليس على الشكل فقط ولكن عن التخصص وكيفية التفاعل مع تخصص دقيق جدا في العلوم الإنسانية وهو الصحة النفسية والإرشاد. وهل عند التحقنا كان بداية التخصص أم كان في أقسام عامة؟ بصي انت فتحتي موضوع مهم قوي. يعني انا اذكر ان احد الزملاء الله يمسيه بالخير يعني كان داخل معايا باب الكلية بيقول لي يا كابتن انت هتخش قسم ايه؟ فبقول له ليه؟ قال لي هو انت جايب في الرياضه كام؟ قلت له 117 ونص من 120. قال لي يا ده انت هتخش قسم رياضه وتفتح العياده بقى. قلت له لا مش هخش قسم رياضه. فاستغرب قوي. قال لي امال انت عايز تخش قسم ايه؟ قلت له انا هخش قسم فيزياء.
قال لي وانت عايز تبقى في الفيزياء ايه؟ قلت له هبقى استاذ في الفيزياء. فلما دخلت الفيزياء اقرب ما تكون على فكره لعلم النفس، لان احنا كائنات كهربائيه، انا وانت والاخرين كائنات كهربائيه، كهرباء، شراره كهربائيه ماشيه في الدماغ. فبالتالي حتى كتير من علماء الفيزياء تحولوا الى علم النفس. يعني انت عندك من ايام ويليام جيمس، وده طبعا كان في اوائل علم النفس، كان استاذ كهربائي ونقل تخصصه الى علم النفس. عندك كيرت ليفين في اوائل القرن الماضي نقل من الفيزياء الى سارستو. ناس كتير قوي دخلوا من الفيزياء الى علم النفس، لان في ارتباط. انت لما تشوفي الحركه الكهربيه بتاعت الدماغ بتقدر انها تكشف لك اشياء كبيره جدا في الذاكره والتذكر وكل بقى المتغيرات النفسيه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني الواحد لو حصل له ارتفاع في ضغط الدم يأثر على الدماغ، مراكز معينة في الدماغ وهكذا. فالارتباط كان كبير قوي. واذكر هنا بقى موقف الدكتور حامد زهران الله يرحمه معايا. الله، علم من اعلام الصحة النفسية والارشاد النفسي في كلية التربية وفي العالم العربي. كان بيدينا واحنا في سنة ثالثة. فالراجل كان معجب جدا بيا. يعني مثلا كان لما بيطلب مننا بحوث عن الامهات الرضع ومش عارف ايه، انا بابا بقى المستشفى واروح له واجيب الحاجه، فكان يبهر انت جبت الحاجه دي ازاي وهكذا. فالمهم كان عامل لي نوع من الجذب شديد جدا للصحه النفسيه. بس انا جيت قلت له انا لو جبت تقدير وتعينت فيزياء. احنا معانا صوره الحقيقه الدكتور حامد زهران، الدكتور حامد زهران وقاعد جنبه خالي الاستاذ الدكتور احمد مختار المردنلي. كان استاذ طب الفم، جراحه الفم والاسنان. فالدكتور حامد زهران كان هو بقى اول من وجهني. انا طلعت الثالث، وطبعا في ترتيب الكليه الاول والثاني دخلوا فيزياء، طب والثالث هيخش كيمياء. وانا بيني وبينك النهارده امتحان الكيمياء، لكن انا يعني اذاكر الكيمياء از ديوتي يعني كواجب، لكن مش ماده ما عندكش رغبه او حب في دراستها، انترست بالنسبه لك وكده. فانا ما كنتش اتعينت بالفعل وكل حاجه، لكن جه بقى الدكتور حامد زهران قام بالدور وقال لي ايه، سيب الكلام ده كله وتعالى عندنا وهتتفوق جدا في الصحة النفسية. على فكرة هي كانت صحة نفسية لغاية 8 سنين فاتوا، ما خدت رئاسة القسم لمدة 7 سنين غيرتها للصحة النفسية والإرشاد النفسي. لأن كان في تعامل وتواصل مع المجتمع بدور واضح، كان في لبس عند المجتمع. لأن برضو الدكتور الرخاوي ربنا يديله الصحة اعترف، هو اللي أسس الصحة النفسية الدكتور عبد العزيز القوسي. والدكتور عبد العزيز القوسي برضو من الناس اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا في حياتي يعني. فالدكتور القوسي هو اللي جاب الصحه النفسيه. بتوع الطب عجبتهم الاسم، قاموا واخدينه وحاطينه عندهم في، لكن هو اساسا من كليه المعلمين. والدكتور الرخاوي كتب الكلام ده قبل كده، يعني انا مش بقول حاجه، الدكتور يحيى الرخاوي. فبالتالي الصحه النفسيه الناس ما كانتش فاهماها، كانت مفكرنا اطباء في كليه التربيه. لا، ده احنا اهم من الاطباء، لان انا هديك الطريقه الارشاديه التي تقيقي من الوقوع في براثن المرض النفسي. يبقى بالتالي دي مش موجوده عند الطبيب. هو الطبيب مستنيكي لما تقعي زي التفاحه كيس معين. لكن انا بقول لك يعني مثلا مجموعه فتيات هم على وش جواز، هنعمل لهم برنامج ارشادي في البري ماريج عشان لما تخش الجواز هي فهمت من سعاد حسني الله يرحمها ان الجواز بامبا. لا، هو مش بامبا، هو الوش اللي بره ده بامبا، لكن تحت بقى هتلاقي فيه الوان اعمق بكتير. يعني فلازم نهيئك. احنا عيبنا في مصر ما بنتهيأش، يعني داخلين جامعه، طب يعني ايه بعضلاتنا ايه فاحنا بنروح ويبتدوا هم اللي يصنفونا. لا، احنا لازم نكون جاهزين. بنتجوز بنفس الحكايه فبالتالي الكلام ده انا قدرت اغير سنه 12 اللائحه في المجلس الاعلى للجامعات، وحولت اسم القسم الى الصحه النفسيه والارشاد النفسي. لان انا عايز اقول لك انا مش هكلمك على القلق والاكتئاب
والبارانويا والهوس أنا عايزة أبعدك عنهم. لا، انا هعرفهم لك. نعم. خلاص. نعم. وهديك في ايدك الوسيله التي يمكن ان تبعدك عنها. يعني مثلا لما حد بيجي بيقول لي ده انا لما بقف في البلكونه بحس ان انا عايز ارمي نفسي من البلكونه، دي اسمها افكار بتهاجم الانسان. طب اعمل انا ايه قدام الافكار دي؟ اصحي نفسي وافوق نفسي. بقى معقول انا مؤمن انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. يبقى انت اللي هتعملي عمليه دحض للافكار الوسواسيه اللي ممكن انها. ولذلك احنا البرامج الارشاديه دي كلها برامج يعني انا بعتبر طلوعي معاكم في التلفزيون في جميع البرامج جانب توجيهي وتوعوي وارشادي، بدي جانب وقائي للاخرين. نعم. لعل وعسى افيدهم بمشيئة الله في الشيء تكون اللي احنا الإفادة بنتكلم للجميع. أستاذنا الدكتور نادر فتحي قاسم، كلية تربية جامعة عين شمس، قالت على نفسها مسؤوليات عديدة ومتنوعة منذ نشأتها، وكان أهم مخرجاتها معلمي ومعلمات مصر والدول العربية. الجانب الناس دايما بتنظر للجانب التعليمي على انه تحصيلي وفقط، وليس تربوي، وليس داعم نفسي، وليس مشكل نفسي لأبناء وطلاب. الجانب ده ليه بيغيب؟ ليه ما بيظهرش؟ حضرتك تخرجت من الكلية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. كان الدور أعمق وأكبر والمسؤولية معروفة. ودراسة حضرتك طبعا اتجهت للتدريس داخل صف التدريس داخل الجامعة، وهو جانب أكاديمي هام، وتعلم تماما بمتغيرات اللي تعرض ليها العمل التربوي في مصر على مدار الفترة السابقة بخبرتك وبدراستك البحثية، سواء في مجال مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه. مش هتكلم بس عن اختيارنا البحثي وهو المعتاد دائما، لكن النهاردة لازم أتكلم عن اختيارنا البحثي ودوره في تفعيل التواصل النفسي السوي ما بين المعلم وطلابه على المدى الطويل في الفترة السابقة. أنا يؤسفني إن أنا أقول إن كلية التربية دلوقتي هي كلية إعدام معلمين، لأن كلية التربية لا تعي دورها. كلية التربية الله يرحمها اللي كان بيتقال على تربية عين شمس أم كليات التربية في الوطن العربي كله. بالعكس احنا أصبحنا كلية تأوي فكرا متطرفا، تأوي عدم سوية من جانب، ويمكن الأسباب دي بفعل فاعل، بس الأسباب دخل فيها حاجات كتير. يعني دلوقتي أنا لما أجي أجيب مسبيرو كجهاز إعلامي خطير، أحط مين الذي يدير العمل داخل مسبيرو؟ أروح أجيب مثلا واحد من سلاح المدرعات مثلا، ولا أروح أجيب واحد من شركة المية، ولا أروح أجيب واحد من شركة البيبسي كولا؟ لا، ده لابد وأن يكون إعلامي فاهم متغيرات العملية الإعلامية، فاهم مداخلها، فاهم كذا فاهم كذا، حتى يستطيع أن يدير. دلوقتي مع الاحترام الشديد، كلية التربية من يدير كلية التربية؟ زميل فاضل وهو أستاذ كيمياء. مين اللي بيدير شؤون الدراسات العليا في كلية التربية؟ زميل فاضل وهو أستاذ بيولوجي. الذي وأد كلية التربية هي جامعة عين شمس. منذ انضمام كلية التربية إلى جامعة عين شمس سنة 54 تقريبا، كلية التربية أعرق من جامعة عين شمس بكتير. ده كلية التربية من أيام محمد علي. يعني تعالي اتفرجي كده على معهد التربية وعلم النفس للعالي بالمنيرة، وطلع مين؟ طلع الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصي اللي هو واخد الدكتوراه من جامعة لندن. يبقى بالتالي احنا كانت كلية عريقة جدا. طبعا جت الجامعة، ما هي الجامعة انت خلاص دخلتي تحت عباءتها، لابد ان الكليات يكونوا شوية معيز وراها، تدار بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. فبالتالي بدأت الجامعة تؤدي من خلال اختيارات للإدارات المتعاقبة، وهم ناس فضلاء أنا ما بقولش عليهم أي شيء، ولكن يعني ادي العيش لخبازه. مين اللي هيفهم؟ احنا دلوقتي عندك في كلية التربية المتهم السادس عشر في قضية اغتيال الشهيد
المرحوم الرئيس أنور السادات كان معيد في كلية التربية في أحد الأقسام عندنا. يبقى انت وصلت لايه؟ طب انت لما تيجي بقى تعدي معلم هتعديه باي شكل من الاشكال؟ ما انت لابد وان هذا الفكر المتطرف يوصل لهم. يبقى بالتالي احنا هنا في مصر عندنا مشكله خطيره جدا. ازاي احنا نقضي على حاجه؟ يعني انت لو طلعت السعوديه، طلعت الكويت، طلعت كليه التربيه جامعه عين شمس ام كليات التربيه في الوطن العربي، دلوقتي لا امهم ولا مرات ابوهم ولا تعرف عنهم حاجه، لان حتى في كليات تربيه داخل مصر تفوقت بشكل كبير. ليه؟ لان اداره فاهمه ومتفاهمه وقادره انها تسوس. انا هقول حاجه لان انا وعدت ان انا اتكلم فيها اعلاميا. النقاط الخاصه بمساوئ الاداره لهذه الكليه المتخصصه، ايه نقطه الخلاف؟ هديكي نقطه خلاف. بيعملوا لائحه ساعات معتمده. لائحه ساعات معتمده هي المفروض الجانب التربوي 25% من اعدادك. 25% من 100 يبقى 25 ساعه. لكن اخواتنا في الاقسام التخصصيه طمعانين في انهم يهبشوا حته، فهي العمليه اصبحت ايه؟ اهبش واجري. فبالتالي ادى ده الى ان قسم الصحه النفسيه هيفقد ايه؟ عمليه خطيره جدا. دوره الاساسي في الكليه هيفقد مقرر اسمه علم النفس الاجتماعي. اللي هي التنشئه النفسيه الاجتماعيه للطفل، اللي احنا بنتكلم فيها عن القيم، اللي بنتكلم فيها عن تكوين الجماعه، اللي بنتكلم فيها على المسؤوليه الاجتماعيه، اللي بنتكلم فيها عن القياده، اللي بنتكلم فيها عن الراي العام. خريج كليه وخريج التخصص كيمياء او فيزياء او رياضه في كليات اخرى. يعني انا لما بخش ادرس علم النفس الاجتماعي بقول للطالب كده: هو ده المقرر اللي هيديك طعم ولون لشخصيتك. هعرف اتكلم ازاي، اقول ايه القيم اللي انا، ايه اتجاهاتي النفسيه، ازاي الطيور على اشكالها تقع، لان ده اتجاهه كذا وده اتجاهه كذا. فبالتالي ما فيش اتنين اتجاهاتهم هتكون متعارضه وهيجتمعوا مع بعضهم البعض. لا، ده بالعكس هيكون ما بينهم وما بين بعضهم البعض عدم انسجام. يبقى بالتالي احنا النهارده يعني بنصرخ صرخه كبيره جدا ان عدم وجود المتخصص في الجانب الاداري. انا بقول لك هم ناس افاضل، ولكن الاختيارات الجامعيه خاصه ان القانون اللي تم سنه في عهد الرجل المحترم الرئيس عدلي منصور الرئيس السابق كان قانونا خاطئا، لأنه أعطى رئيس الجامعة 60% من اختيار العمداء والوكلاء. يبقى بالتالي رئيس الجامعة هيفكر يجيب اللي يساعده، مش هيفكر يجيب لوجه الله تعالى اللي هيقوم هذه الكلية أو تلك. نعم. الأستاذ الدكتور نادر فتحي قاسم، أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. الحوار متواصل وسنكمل حديثنا عن دور كلية التربية جامعة عين شمس المفتقد في الوقت الحالي، والذي يجب أن يعاد النظر لإعادة هذا الدور مرة أخرى، لأن المجتمع في أمس الحاجة إليه، ليس فقط في الجانب التربوي والتحصيلي والتعليمي من قبل معلمين ومعلمات هذا القرن، اسمح لي، وهو يعني القرن 21 وبين متطلبات المجتمع المصري. اسمح لنا سنخرج لفاصل قصير ونعود لاستكمال حوارنا إن شاء الله. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا استذكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا استذكرها. شايلة همومنا على كرها، بلدي
عاشق أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي. مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا استذكرها، شايلة همومنا على كرها بلد الصحيح كتر خيرها. مين غيرها مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا استذكرها، شايلة في همومنا على كرها بلد الصحيح كتر خيرها. مشاهدينا الكرام، مشاهدي نقطة تحول، بجدد ترحيبي بحضراتكم وبجدد ترحيبي بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور نادر فتحي قاسم، أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. وبرحب بضيفتي الكريمة المهندسة منال زكي العطار، كبير المهندسين ومدير عام الإدارة الهندسية بجامعة عين شمس، ورفيقة رحلة الحياة للأستاذ الدكتور نادر. أهلا بحضرتك معانا. الرفقة والصحبة مع متخصص ومدرك وفاهم في المجال التربوي والنفسي والصحي، هل هي يسيرة أم كان هناك بعض الصعوبات؟ هي طبعا مش هقولك سهلة جدا، نعم. بس هي حلوة جدا طبعا. الحمد لله. حياة جميلة، ما بتبقيش قلقانة. هو فاهم ومدرك، بيقدر يمشي الدنيا كويس، بيقدر يظبط معاكي حلو. تبقى فيه طبعا إخفاقات، تبقى فيه صعوبات، طبعا هو أقدر مني على إنه نتخطى هذه الحاجة مع بعض. بيظبط الدنيا حلو قوي. طبعا في الاول خالص اتفقنا ان الناحيه دي بتاعته هو، ملعبه هو، محدش يجي ناحيته. فكان بيدي المبادئ 1 2 3، بنتناقش لو انا في حته يعني مش هقول مش عجباني، يعني مش خلينا نقول يضع فاهماها، الإطار العام، ولكن مظبوط. الجانب التنفيذي هام أيضا جدا. بس كان بيساعد برضه في نعم. الجانب التنفيذي بحيث انه يطلع. طبعا بالنسبه للولاد خبره جديده، ما تقدريش تقولي هتتعاملي ازاي. البيبي الاولاني كان صعب جدا، كنا سافرنا، فطبعا حصل دروب كبير جدا في الناحيه دي. واحده واحده بقى، ما كنتش لسه اتعرفت على احمد، عرفني على احمد، اتعامل معاه ازاي، نظبطه ازاي، نعمل بقى كل اللي نفسنا فيه. يعني كنا لوحدينا هناك، مفيش عوامل مؤثره شديده قوي، فبتقدري بقى انت زي ما تقولي بقى تتفاعلي تنقشي بحرية. بالراحه بقى، واحده واحده اللي نفسك بالعكس دي تعمليه. بتبقى فرصة، مفيش ضغوط موجهة سواء من قبل الأسرتين. دي بقى ما هنا كنتش وهنا. فاهماها في بالعكس الاول، دي لكن يعني واحده بتبقى واحده نعمة. بتبان في الاجازه. نعم. يعني في الاول خالص حضرتك ما بتبقيش فاهماها، نعم. لكن بتبان في الاجازه لما بتنزلي بتلاقي بقى الدنيا غير، ونبتدي نرجع نصلح بقى اللي حصل في الاجازه. بس الحمد لله طبعا الاساس الاولاني ان احنا طلعناهم الحمد لله. يعني احساسي الحمد لله. انهم كويسين، الحمد لله. بيقدروا يتناقشوا حلو جدا، مش ما بياخدوش اي حاجه كده على علتها على ما هي عليه، لا يا ريت بيناقش. تعرفينا بأبنائكم. عندي باشمهندسة أحمد. منال. نعم. طبعا الكبير بتاعنا ده كمبيوتر ساينس بايو، اتخرج بقاله تقريبا 3 4 سنين. ما شاء عنده الله. شركه صغننه كده على قده. ما شاء الله. أكيد هيبقى عنده المبادرة والقدرة على الاستقلال حتى عن ما هو تقليدي ومعتاد. ايوه، عايزه نعم. اقول لحضرتك فعلا، نعم. وبابا برضه يعني زارع الحكايه دي في قلبي. الحمد لله. يفكر ازاي، يتناقش ازاي، ما ياخدش اي حاجه على علتها. الحاجه ماشيه معاه اوكي، مش ماشيه معاه بيبتدي دؤوب. ما فيش حاجه اسمها عيب، اي حاجه بيجربها. من مشروع لمشروع صغنن على بال ما نقف على رجلينا. ده ما وقفش دلوقتي، هيقف بعد شويه. كل ده طبعا نتيجه اللي هو زرعه من الاول. الحمد لله. بيحب يقرا جدا، معلوماته حلوه قوي في كذا اتجاه. مطلع حلو طبعا. يتهيألي أحمد أخذ الخلاصة. صح. يمكن هو مهندس برمجيات. نعم. بس هتلاقي ثقافته كويس، ما شاء الله. يعني ما بياخدش امور على علتها، وممكن انه يعارضك يعني، ويكون على الجانب الاخر من النهر يعني في موقف من هذا المواقف. السلف من هذا. صح. صح. يتهيألي بيبقى الطفل الأول دايما صورة ممثلة للأب، أو حتى للمقربين ليه. وحضرتك كنتوا أقرب المقربين ليه، واضح لأن ظروف السفر، فكان اختلاطه بعوامل أو متغيرات أخرى ممكن تؤثر في شخصيته كانت أقل. ومن هنا ممكن انت التشابه عندك يبقى حق، أكتر. ان احنا قعدنا مسافرين في المدينة المنورة في جامعة طيبة 14 سنة.
يعني الناس كانوا ماسكين فيا مش عايزين امشي. فطبعا احنا نكاد نكون بقى اتجوزنا من جديد هناك. ليه؟ لان ما فيش اي جوانب اخرى، احنا الاتنين والمركب، ولازم المركب دي تمشي بشكل. فطبعا برضو دي كانت كويسة ووحشة في نفس الوقت، لان احنا يوم ما نزلنا القاهرة كنا حاسين ان القاهرة اتخطفت قيميا، اتخطفت اخلاقيا، اتخطفت كذا. يعني مثلا انت طفل متربي في المدينه المنوره والامانه واللي كذا واللي كذا، وننزل وتشوفي طبعا الغش والشاومينج دي طبعا بتكسر حاجات موجوده جوه. وبعدين انت كأب او انت كأم ما بتقدريش انك تقفي قدام سطوه مجتمع بالكامل. تهيألي دكتور نادر، حضرتك وباشمهندسة منال نجحتوا في تخطي متغيرات أخرى داخل المجتمع الخليجي والمجتمع السعودي كان ممكن تؤثر عليكم سلبا بالتأكيد. أيضا، ويتهيألي أن المجتمع المصري متأثر بصورة أو بأخرى ببعض سلبيات هذا المجتمع، فكون أن احنا نحافظ على مجريات حياتنا اعتمادا على أساسيات وضعناها دون التأثر بأي تدخلات من متغيرات أخرى، ده في حد ذاته نجاح. ويتهيألي إن احنا مع ابننا اللي بيمتحن في الثانوية العامة النهاردة نجحنا أيضا في تخطي أمور عديدة ممكن ربنا يطمنكم عليه. طبعا أنا عارفة إن هو في امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء، إن شاء الله يطمنكم عليه. معانا أحمد ونادين دي بقى النانوس بتاع ماما. نعم. ليسانس اداب السنه دي انجليزي بالتوفيق برضو. ميرسي ربنا يخليك. بابا بقى يعني بنوته وفي النص، وطبعا يقولوا الطفل في النص بيبقى مظلوم شويه. بابا كان مركز معاها برضو. هنقول زي ما احمد اخذ الخلاصه كلها، برضو نادين شخصيتها حلوه اعتقد يعني، برضو دؤوبه اللي في دماغها بتحرص انها توصل له. حضرتك عارفه زي ما قال بابا دلوقتي ان احنا سافرنا، فطبعا اللغات كانت عندنا مشكله. لما نزلنا مصر ما خدتش فرنساوي قبل كده، عارفه بقى حضرتك تقوي نفسها بنفسها. خدته تخصص كمان يعني، هي انجلش بس هي جابت أدب يعني السنه أدب بتاعتها إنجليزي. جابت الفول مارك في معانا الفرنساوي. نادين في الصورة. نعم. دي بقى في الجراديويشن بتاعها في ليسانس السنه دي. ما شاء الله. فشخصيتها حلوه، ثقافتها حلوه، الانجليزي بتاعها جميل، ما شاء الله. تفكيرها كويس، ما عندهاش نقاط ضعف موجوده عند بنات كتير، واثقه في نفسها حلو قوي. بتحب ان هي باستمرار اللي تعوزه تعمله. ابننا في الثانويه العامه اسمه اياد. اياد. ربنا يوفقه ويطمنكم عليه ويمشي بنفس الجديه والنجاح اللي كان في اخواته. دي صور ليهم. نعم. ربنا يوفقهم ويوفق هذه الأسرة الجميلة، مش بس كأسرة ولكن كخلية في المجتمع المصري في احتياج كبير جدا تاخدكم نموذج وقدوة، مش بس في جانب أسري ومجتمعي ولكن أيضا في جانب الأكاديمي. وده هيرجعنا دكتور نادر لمجريات حياتنا البحثية والعلمية ودورنا الأكاديمي وتواصله مع دورنا المجتمعي داخل جامعة عين شمس، بالرغم من الصعوبات ورغم المساوئ اللي احنا تعرضنا ليها واللي ما زالت للأسف موجودة، ولكن الطرح في حد ذاته هو نوع من الجرأة لا يستطيع الكثيرين الإقدام عليها. لا، وفي نفس الوقت كان في إجراءات عملية تم اتخاذها. يعني أنا مسكت مدير مركز الإرشاد النفسي في الجامعة، وده وحدة ذات طابع خاص لمدة 3 سنين تقريبا. طبعا الطفرة اللي حصلت في الإيرادات كانت جاية نتيجة أفكار عملية طبقتها للمجتمع. نعم. كدورات المجتمع محتاجها بشكل من الأشكال. فبالتالي يعني مثلا أنا أذكر كان في جامعة القاهرة 2009 كده عملنا دورة اسمها فن اختيار شريك الحياة. جميل. فن اختيار شريك الحياة، المفتاح الأول للنجاح يا دكتور. كان الدكتور سامي عبد العزيز عميد إعلام القاهرة. وبعدين أنا قلت إيه، أنا راجل بتاع علم نفس وإرشاد نفسي وصحة نفسية، مش هيجي كتير ولا. فقلت له يعني اعمل حسابك على 120 طالب ولا حاجة. لا، واحنا عاملينها مجانا. يعني احنا كانت سياستي ان انا انزل اعمل دورة مجانا الناس تحس بالفايدة اللي هم خدوها،
لان الصحه النفسيه هي التنميه البشريه اللي بيضحكوا بيها على الناس ويقول لك ان بي والترجمه اللغويه العصبيه والكلام. لان طبعا مفيش حاجه اسمها ترجمه لغويه عصبيه، لان احنا بني ادمين مش كمبيوتر يعني. فالمهم يوميها عملنا انقلاب في جامعه القاهره. كم الطلاب فوق ال700، وكل مصر يخش نقول لهم طب احنا هنكررها نيجي الاسبوع الجاي، هنيجي كذا هنيجي كذا. فدي حققت نجاحات كبيره جدا على مستوى كبير. طبعا بالاضافه الى الحاجات التقليديه داخل المركز، انا اضفت بقى حاجات في النزاعات الاسريه. يعني مثلا انا عندي طالبه اشتغلت ماجستير في البري ماريج كونسلنج او ارشاد ما قبل الزواج، الاستاذه ساره طه، وفي نفس الوقت خليتها في الدكتوراه تسجل في الصورة الذهنية المتبادلة ما بين الزوجين. ليه؟ لأن احنا لو تحكمنا في الصورة الذهنية دي هنقلل من النزاعات الزواجية. ليه؟ لأن البنت والولد من يوم ما بيتولدوا داخل الأسرة بيخش في ودانهم زي الحليب اللي بيخش في بقهم بالظبط. بيخش مثلا إيه؟ يا اللي مأمنة للرجال، يا اللي مأمنة المياه في الغربة. طبعا هي داخلة جواها. طبعا لما هتيجي ترتبط بشريك حياة، الكلمة دي هتخليها تتشكل. وابنك على ما تعلميه وجوزك كي تدخل مدرسة. هتلاقي الولد يقولوا لك ايه، اكسر لها ضلع مش عارف ايه. فانت مهما كان الولد حنين ومهما كان الولد عنده نوع من الافيليشن والتواد، هتبص تلاقي فيه حاجات مرسخة داخل الشخص بجانب عنيف او بجانب كذا او السطوه فيه سائده. لو احنا تحكمنا بقى في دي ببرنامج ارشادي معين ونقينا الصوره الذهنيه دي، نتوقع ان شاء الله انهم يستمروا مع بعض ولا يحصل اللي احنا مش عايزينه. بالتاكيد عوامل النجاح هتكون اكبر. يبقى بالتالي يعني انا كنت حريص جدا، انا فتحت عيادات للنزاعات الاسريه، اطلعت على اشياء داخل المجتمع قمة في الغرابة، قمة في الغرابة مش ممكن. يعني مثلا لما تجيلك واحدة زوجها راجل داعية ومقرئ مشهور جدا، وطبعا تسمعي منها كلام يعني لدرجة ان انا بقول لها ما ينفعش اسمعك انت لوحدك، ما هو لازم يكون فيه، لان راجل بالحجم ده او راجل يبقى اذا احنا عندنا نوع من الشيزوفرينيك على مستوى الشخصيه. بنبان قدام الناس دعاة ومقرئين ومش عارف ايه، لكن في بيوتنا بنبقى في قمه السلوك في الجانب الاخر. طبعا عملت عيادات للنزاعات الزواجيه، عملت دورات، عملت دوره كانت جميله جدا عن مهارات الام البديله. يعني كانت في بعض المؤسسات الخيرية داخل المجتمع عايزين يجيبوا بنات يعينوهم كأمهات بديلة. طب ازاي هتجيبي واحدة انسة كده وبرضه انت يعني للأسف لازم معظمهم بياخدوا الخبرة مع استمرارية العمل، وده بيطلع على دماغ الأطفال اللي موجودين. عملنا كان دورة ناجحة إلى أبعد الحدود. في رجل أعمال كبير، مش هقول الاسم يعني عشان شركاته، في الغربية، والرجل ده كان عنده تصور رائع قوي. يعني لو موجود عند رجال الأعمال عندنا في مصر تبقى حاجة كويسة جدا. يعني عملنا بالاشتراك مع بعض، وكان أياميها كان مصر الخير بتاعت الشيخ علي جمعة لسه في بدايتها، والأستاذة هالة عبد الخالق اللي هي خدت مسؤولة مصابي الثورة والكلام ده. عملنا دورات كانت جميلة جدا، ازاي نحسن. احنا هنعين ناس في ملاجئ، هنعين ناس في كذا، هنعين ناس، طب يتعاملوا معهم ازاي؟ طب بأي شكل من الاشكال؟ يبقى بالتالي العملية مش كده، مش عافية. فبالتالي لازم تحديد مواصفات داخل مركز الإرشاد، بالإضافة إلى اللي أنا اشتغلته أكاديمي، ما هو قسم أكاديمي. أنا آثرت إني لابد إن الإرشاد النفسي يخش وعلى أعلى مستوى، من أول المجلس الأعلى للجامعات نزولا إلى مرتبة القسم. إحنا قسم مش صحة نفسية، لو صحة نفسية ده ودوه طب، لأنه هيكلمك
عن امراض، وهيديكي مثلا سايكو تشيك ليست وتعرفي اذا كان المرض ده وصل لدرجه الذروه وهكذا. لا، احنا في التربيه نختلف، احنا بندي صحه نفسيه عشان الجيل اللي طالع جديد يبقى سوي نفسيا، وفي نفس الوقت بديكي ارشاد نفسي، لان جالك شويه قلق دلوقتي من الامتحان مثلا، اقول لك يو كان نجلكت ات، فكري في حاجه ثانيه اللي بالصف. بمنتهى البساطه يبقى بمنتهى البساطه هيبقى في ايدك آلية نقدر، يعني مثلا لو تسلطت عليا فكره خرافيه مثلا، ازاي اضحضها، ازاي اشيلها من دماغي. ما هو في البعض بتتسلط عليه افكاره بيروح في داهيه. يبقى بالتالي الصحه النفسيه والارشاد النفسي هنبقى باينين للمجتمع. احنا مش ناس، احنا لا ندعي ان احنا اطباء او كذا، ويمكن احنا في مجالنا اهم من الاطباء، لكن في نفس الوقت من خلال الارشاد، لان مصر محتاجه المرشد النفسي. يعني انا نبقى قلت لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهوا في احد البرامج، انت جاي تعالج مصر نفسيا. مصر عندها نوع من الشك نحو الرئيس والقائد والحكومه وكذا وكذا. يعني نوبه سئلت على الهوا ليه الستات في مصر بتحب الرئيس السيسي؟ قلت لهم لانها لقيت واحد صادق وبيحترمها. يعني انت عندك الراجل في مصر دائما في كلامه مع مراته تبص تلاقي يدي لونين مثلا، فهي اتعودت انه تقول لك كلام الليل مدهون بزيب ده يطلع عليه النهار يسيح. مش ده مثل من الامثال ومثل متمثل الحقيقه من الامثال اللي موجوده. لكن هم وجدوا في الرئيس السيسي حاجه مختلفه تماما. يعني راجل ما بيحطش حجر اساس مشروع. يعني احنا اتعودنا بنروح نحط حجر الاساس يعني وممكن نهد الحيطه وممكن على ارض الواقع وهكذا، لكن ده بيروح انت نايمه في بيتك وما تعرفيش ان الحته دي فيها كذا والحته دي فيها كذا. يعني انا دائم السفر على طريق مصر السويس نمشي مع بعض، لا الله الكوبري ده ما كانش موجود، ده الكوبري ده ما بعد السيسي. يبقى بالتالي يعني انت مش حاسه، لا انت حاسه في اعلام ولا حاسه في كذا. والعيب المصداقيه على ارض الواقع. الرئيس السيسي اداكي قماشه جديده، احنا كلنا ماشيين على قديمه، على التفصيله القديمه. طب حاولي مع القماشه الجديده دي غيري تفكيرك. ما هو يعني يو كان تراست هم، يعني خليكي واثقه. يعني جايز الدنيا تتغير، جايز كذا جايز كذا. يعني كل انا بحلل البادي لانجوج بتاعته، بحلل كلامه. يجي يقول لك ايه بلدنا وهنشيلها على كتفنا، الكلمه جديده. اللي بيشال على الكتف مين؟ الام. يبقى هنا عمل لك في البنيه بتاعت الدماغ انه ربط صوره البلد بصوره مين؟ الام. يبقى انا لازم اشيل بلدي، اصبح على مصر كل يوم بجنيه. حاجات بسيطه. يبقى بالتالي اكاديميا وعمليا قدرنا ان احنا من خلال مركز الارشاد النفسي اللي انا مسكته لمده 3 سنوات، وقدرت من خلال القسم اللي انا مسكته لمده 7 سنوات ان احنا نعمل يعني 57 عملت برنامج كامل لطلبه الماجستير والدكتوراه. اطفال السرطان دول اخبارهم ايه؟ ما تروح تشتغلوا عليه، اربطوا ما بين كلام الام معاهم. كنا بنجيب الامهات وجايين من مختلف المناطق، صعيد مصر والدلتا وكذا وكذا، لا ما تخشيش لابنك ويا عيني يا ابني وتتصعبي، دي انت كده بتزودي مأساته وبتزودي معاناته. اضحكي في وشه، لا انت كويس، لا انت ما فيكش حاجه، ما شاء الله، لا ده انت. يبقى بالتالي انت داخله من منطلق ايه؟ وبشر. يعني احنا القرآن الكريم هتبص تلاقي فيه كده رسائل مشفرة كده، وبشر وانت اختاري واعدوا واعتصموا. يعني مثلا واعدوا يبقى هيبان ان انا ده انا مستني عدوان وانا هبقى راجل عدواني، لكن واعتصموا شوفي احنا كلنا قاعدين ومبسوطين مع بعض، لكن كلنا ايد واحده. ودي الكلمه اللي بيقولها برضو الرئيس السيسي، خلينا كلنا على قلب رجل واحد. بدأنا الحلقه بنقطه تحول خاصه باداء وسلوك وانطباع لسلوكيات وأداءات أفراد، واسمح لنا نختمها برضو بنفس الأسلوب. الأخلاق، الأداء، السلوك، 3 أضلاع لمثلث يجب أن يتواجد داخل كل فرد منا عند التعامل والتفاعل مع الآخرين باختلاف درجاتنا العلمية،
باختلاف فئاتنا المجتمعية وباختلاف مستوياتنا، لأن يتهيألي قدراتنا النفسية أجمل ما فيها إنها قابلة للتعديل، فيها flexibility نقدر نعمل بيها من خلالها الكثير. إنما مع وجود هذه الأضلاع سلوك قويم، أداء راقي، أخلاق، ما بقولش دين، بقول أخلاق يعتد بيها، هيبقى النجاح بمشيئة الله لكل أفراد المجتمع. هو احنا مشكلتنا النهاردة اللي لازم كلنا نعبرها شعبا وحكومة وأفرادا، عودة الأخلاقيات. أنا لما مسكت مركز الإرشاد النفسي حطيت فيجن وميشن ورؤية جديدة وهكذا. كتبت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية 14 سورة الحديد، ومتكررة 11 مرة بأشكال يعني بصيغ مختلفة يعني. بس هي المعنى إن الله قبل ما أنا أقعد أتنطط عليك وأقول لك لا والاستوديو كاني والاستوديو ماني، أسأل نفسي سايب بيتي بأي شكل من الأشكال، أسأل نفسي سايب كذا. إحنا عيبنا في مصر إن إحنا بنحب نتنطط على بعض، مزايدين. الشخصية المصرية تحب تزايد قوي. يعني مثلا لما بنشوف عيل مع امه مثلا، مش نقول ايه الحلاوه دي، لا ايه القمر ده، وممكن الولد ما يكونش قمر ولا، فاحنا جامد قوي. بس مطلوبه برضو احيانا يا دكتور. هي برضو مطلوبه، هي نوع من خلينا في المعقول. التوريه المطلوبه زي ما افتكري بنقول. الله يرحمه احسان عبد القدوس. نعم. انا لا اكذب ولكني اتجمل. احنا بنتجمل لدرجه الكذب. يعني في المجامله بلاتنا وفي كلامنا، يعني في التليفون يا روحي يا عقلي قلبي، مين قال يا روحي يا عقلي الله يوم وفاته المرء من اخيه. يعني خلينا كده منطقيين وخلينا معقولين. يبقى بالتالي الشخصيه المصريه شخصيه جميله جدا، لكن يوم ما تتمسك باخلاقيات معينه، يوم ما يعني هي كانت معايا من اسبوعين ونبص نلاقي حد واخد في العربه بتاعت ليه يا ابني كده؟ ده اقتصاد امريكا اللي هي امريكا يقع لما كل واحد ياخد. يبقى اذا عايزين نقول للمصريين خليكم وسطيين، وسطيين فيما تطلبوه، وسطيين في. وانا شايف والله العظيم الامل كبير جدا والمستقبل رائع. المستقبل ما تقوليش الراجل ده حالم او كذا او كذا، لكن اللي يفكر بمنطقية ويفكر بمعقولية على قدر أهل العزم تأتي العزائم. تأتي العزائم. وما دام الاستبشار والأمل موجود بمشيئة الله كل الخير قادم بإذن الله. الأستاذ الدكتور نادر فتحي قاسم، أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس، سعدنا بوجود حضرتك ونصفك الآخر الرائع المهندسة منال زكي العطار، كبير المهندسين ومدير عام الإدارة الهندسية بجامعة عين شمس. سعدنا بوجودكم معنا، ونسعد دائما بلقاءات حضرتك وتوجيهاتك وإرشاداتك اللي بمشيئة الله تكون فاعلة لمجتمعنا المصري كله. وإحنا اللي عاجزين عن الشكر، ودايما مسبيره يبقى عامر، ودايما يبقى بيت أبونا اللي بنجيب بشكل مستمر إن شاء الله. وتحياتي لمدام صفاء حجازي، وقدامها شغل كبير، ولكن إن شاء الله ربنا هيقوي إن شاء الله. أشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم وإلى لقاء آخر.